اهلا وسهلا بكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بألف خير. بشكركم كتير. بتمنى تعجبكم الوصفات بتاعتي. بتمنى اكون ضيفة خفيفة. كنت عايزة اتكلم بس في نقطة كده. بلاقي ناس كتيرة حاطلي تعليقات حلوة، لكن ما بتحطش لايكات. طب ليه؟ يعني انتي دخلتي وحطيتي تعليق جميل، كملي بقى جميلك وحطي اللايك واشتركي في القناة. بجد انا عاملة القناة دي كمصدر رزق، مش عاملاها ان انا مثلا ترفيه او عاملاها بتاع بجد. لاني انا معايا ابن تعبان، وما حبيتش ان انا اعمل فيديوهات عشان اطلع ابني الناس تتشافق عليه، او الناس تعمل لي مثلا. ما حبيتش ان انا اطلع ابني يعني ربنا يشفي كل الناس يا رب. حتى لو كان الواحد بيجي يوم بيبقى خايف لا يجي في يوم ما يقدرش يكمل نسبة العلاج، او ما يقدرش يكمل ان هو يجيب العلاج. فانا عملت القناة دي مصدر رزق. عملت القناة دي افيد بيها لو حاجة بسيطة للناس. انا ما حبيتش اطلع اعمل حدث، يعني بشوف فيديوهات حاجات بجد يعني منتهى التفاهة، منتهى يعني يعني مش عارفة اوصلها لكم ازاي. اكيد انتوا حضراتكم فاهمينها بجد. ان حاجات بتبقى يعني تافهة دايبة مشاهدات عالية جدا، ودايبة اشتراكات قد يعني كتير قوي وتعليقات. فبتمنى ان يعني الحاجات دي سامحونا. انا بكلم اخواتي وحبايبي. انا محبتش ان انا مثلا اعمل مثلا قناة علشان اطلع ابني الناس تروح مطلعه مثلا تعمل لي اشتراكات. لا، انا محبتش كده. انا محبتش. انتوا فاهمين ان انا ابني ليا 7 سنين بعالج فيه. فنشكر ربنا يعني. حتى لو لقيت مثلا الدكتور او اي حد يقولك لا ده ابنك مش هيخف، او ابنك لا دي يعني ربنا يشفي كل الناس. لما يكون مثلا ابني عنده مثلا كهرباء على المخ وعنده سمات توحد، ولما الدكتور يقولك لا مش هي مثلا، يعني لو تعبان على الاقل انت عارفة ان هو عنده كذا، بتعملي له عملية وخلاص خلصنا. احنا يعني ليا 7 سنين بلف عليه تخاطب وتنمية مهارات وتعديل سلوك وحاجات كتيرة جدا يعني طويلة قوي في المرض. اكيد حضراتكم عارفين سمات التوحد وعارفين الكهرباء كمان على المخ. فبتمنى ان ندعم بعض، يعني نخلي في حتة ان احنا بحس الناس بتحط اللايك او بتشترك في القناة بصعوبة. ليه؟ يعني لو المحتوى مش عاجبك، او مش المحتوى او مش عاجبك، او مش عاجبك. ف يعني انا بتمنى لو انا شايفة نفسي ان انا لو ضيفة تقيلة عليكم، فبتمنى ان انا يعني خلاص كده مش هكمل في القناة وكده. بجد ان انا بجد حاسة ان انا مش عاملة اي حاجة، وخايفة في وقت ان انا مثلا مش هقدر اكمل له العلاج. حتى لو كانت النسبة زي ما الناس الدكتور يقول لي كذا، انا واثقة ان ربنا مش قادر على كل شيء. ما فيش دكتور لما في دكتور يقول لك مثلا هتموت بعد اسبوع، انت ضمنت عمره؟ انت اللي كتبت عمره هيموت بعد اسبوع، هيموت بعد شهر، بعد سنة؟ ده ربنا هو فوق كل شيء، وربنا فوق كل حاجة. هو بجد اكيد. حتى لو انا واثقة ان انتوا حاسين بكلامي، وانا عارفة ان انا حتى لو كنت ان انا مش عارفة بجد اتكلم، لاني بجد ان انا آه، يعني بحس ان انا بتضايق لما بلاقي الفيديوهات بجد مش يعني القناة مش عالية، مش عارفة، مش قادرة مثلا ان انا اكمل فيها، مع اني ببقى تعبانة وانتوا عارفين بجد لما بيكون في حد تعبان بجد في البيت، بجد بتبقي الام يمكن اكتر بكتير، بتبقى تعبانة بجد وهلكانة معاه مثلا او مع اخواته او مع اي حد.
فبتروح كمان بتصور. التصوير ده برضو مش سهل. التصوير ده بتبقي بتعملي الوصفة وبتبقي، ولازم يعني انا الوصفة لاش مجرباها وعاملاها وشايفاها بجد ان هي ممتازة، مش هطلع وهقول اعملها وتطلع معاكم، تطلع تبوظ منكم او كده، لاني بجد احنا زي ما احنا عارفين بجد الحياة ظروفها صعبة، ظروف الناس كلها صعبة، فبتبقى يعني للاش الواحد مراعي شغله ومراعي ان هو الحاجة دي هتتعمل بضمير وبمحبة. لا، لو اتعملت ان انت بتعملي اي شغل كده وتطلعيه وخلاص وتقولي ده جميلة وممتازة، لا، يبقى كده انت ما عندكيش عدم الامانة في الحاجة اللي انت بتعمليها. الحاجة انا لو طالعة بقول دي وحشة خلاص هقولها وحشة. الحاجة دي طلعت ممتازة معايا، انا بطلع الحاجة لاش تطلع ممتازة، لاش بنزل الفيديو. لو لقيت الحاجة مش مظبوطة انا بروح مسحة الفيديو. خلاص انا الحاجة دي ما ضرش نفسي، ما ضرش غيري، ما ضرش اللي يجي يعمل ورايا الوصفة تطلع يدعى عليا. انا عايزة تدعو لابني، مش عايزة ان انا مثلا تدعو عليا. انا عايزة كل واحد يشوف الفيديو كده اتمنى ان هو يدعي لابني كمل له الشفاء. وانا واثقة في ربنا ثم فيكم ان انتوا هتدعموني وهتقفوا معايا بجد. انا ما حبيتش ان انا اطلع ابني علشان تقولوا مثلا كده انا مبعدة ابني خالص عن القناة. انا عاملاه محتوى اكل، محتوى ان هو يفيد الناس حتى لو في جزء بسيط جدا يفيدكم. بتمنى يا رب يكون تسمعوني، ورب بتمنى كل اللي يشوف القناة او يشوف الفيديو ده يدعي لابني بالشفاء ويكمل لكل الناس يا رب. كل واحد تعبان بجد ربنا يشفيه ويعافيه من كل الامراض. وبشكركم برضو على تعليقاتكم وكلامكم الحلو اللي بيخلينا اكمل في القناة. وبشكركم كمان على كل واحد بيحط تعليق او بيحط لايك او بيشترك في القناة. يا رب يكون ربنا يكبر بخاطر كل الناس ويدعم، وربنا يدعم الناس في قلوبها بالمحبة والود. وشكرا لكم. اعتبري اللايك والاشتراك اللي انت بتحطيه في ميزان حسناتكم، لان انت بتساعدي واحد مريض. انا واثقة في اخواتي مش هيكسفوني وهيدعموني وهيقفوا جنبي.